يا مرحبا وسهلا فيك يا مبارك. يا ابو ظبي راد ربي والخطا كتبت عسى خير، ولا ادمي لا كتب له درب ما لا عنه شيفه. حليت بك ضيفه بمثل بك وجيهن مسافير، ما جيت طراش وانا داريه خضراء مريفه. الله ولا عليك من الافاضل زايد الخير، واستخلف اليوم من نسله بعد موته خليفه. سمح الجناب ان غدا في العلم لغط وصور ونسير، مهدب يقصها قصه يطير بدون خيفه. بيض الله وياك صح لسانك يا محمد. محمد، انت اول شاعر سوداني يتواجد ويانا في منافسات شاعر المليون. شو شعورك وانت تعرف ان الملايين يتريونك ويتريون مشاركتك؟ والله ان شاء الله اكون قدر الكرسي هذا اللي انا بقعد عليه. بيض الله وياك، وانت ان شاء الله كفو وقدر الكرسي وزياده. حياك الله يا محمد. اللجنه والجمهور في انتظار مشاركتك. بسم الله الرحمن الرحيم. ارحب بالقنصل السوداني والجاليه السودانيه والحضور والجمهور خلف الشاشات. استسمح اللجنه في ابيات لسيدي رجل السلام ومحقق الوحده الرئيس عمر البشير حفظه الله. يقول من قبل 20 عام ويشهد الإعلامي قادها حزب البشير وجعلها للمية، لا اعتبروا بالسعد والدين والإسلامي يومها أعلنها بصراحة دولة إسلامية. قبلها جرح الكبود المكتوية دامي، والخدود ملطمة والحرب عشوائية، واستتبل من في ليالي وأيامي، والثناء والحمد لله محس البرية. القصيدة المشاركة يقول يا هاجسي هيض أشواقي لزين اللحون، اليوم كل يبا يبدأ بجزل معناه، عنيتني من وراء كسله ذيك القطون ورضيتك وباغي الجمهور شعري رضاه. خابرك تسبق اليام البال ضاق الحتون، لا تخذني اليوم شاعر سو وضعه براه، عساه يكسب ثنى ربع منه يحترون، ناموس تايه جبينه ظرف قاسي وطاه، عبوس لون الزمن عبوس له يضحكون، وهاته بالحنايا تموت قبل الصفاه، فان كانها بالقصايد والله اني بشرون انعودت للحمي السعد منهم ذراه. عيني تزايد سهرها وضاقت من الجفون، يا كيف ترقد ومطمعها طويل مداه، لا تبتلين الفؤاد اللي نحل يا عيون، اغفى ما جاه من ضمن الدهر ما دهاه. لا تبتلين الفؤاد اللي نحل يا عيون، اغفى ما جاه من ضمن الدهر ما دهاه. الله اللي اراد عسرات الاشايات هون، ولا خاب عبد بثلث الليل قام ودعاه. امد كفي جزالة شعر ما هي ظنون، واشرب من زلالهن غير يشرب من غذاه، وتخونني كل صدقاني وهو ما يخون، عاهد جدودي وعاهدني وجم الوفاه. سهبت من دار ابو حامد وسقت الضعون، ودنيت صهب الربم في نبت بول حماه، متفجيات الصدور مضمرات البطون، محافهم بيطري ولا عطاهن دواه، وخيلهم في السباق لونه يزحمون بول مراكز ولا لما نحرك عصاه. ذهبت من دار ابو حامد وسقت الضعون، ودنيت صهب الربم في نبت بول حماه، متفجيات الصدور مضمرات البطون، محافن بيطري ولا عطاهن دواه، وخيلهم في السبق يلونه يزحمون بول مراكز ولا لي ما نحرك عصاه. ما هو تحدي ولا نقص بمن يسمعون، لكن لمسنع الحرارة أقوى هقاه هذا، وانا مالي على الرفاقة ديون ولا لحد عندي يهدين يدور نقاه. سلامك. محمد شكرا على هذا الحضور أولا، وهذا الإلقاء الجميل والتفاعل مع النص. القصيدة جميلة، وخاصة في نصفها الأول الذي تحدثت فيها عن الشعر، ففيه كثير من الصور الشعرية والعبارات الشعرية. ناموس تايه جبينه ظرف قاسة وطاه، لا تبتلين الفؤاد اللي نحل يا عيون، عبارة جميلة فيها كثير من الصور التقليدية التي حدثها الشاعر، يعني أدخل عليها ما جعلها حديثا.
في الآخر 4 أبيات أنا رأيت أن الشاعر قد ذهب إلى الاستطراد، يعني عندما ذكر الإبل والمطايا ذهب إلى وصفهن، ثم إلى السبق، ثم ذهب إلى الاحتراس، ما هو تحدي ولا نقص بمن يسمعون، هذا وانا مالي على الرفاقة ديون، هذا بيت آخر. فأنا رأيي أن ال4 أبيات الأخيرة كانت انفراط عن النص الأساسي. شكرا. تفضل أبو علي. حياك الله يا رشيدي. الله يحييك يا أبو علي. القصيدة إلقاء كان فيها جميل. القصيدة بشكل عام فيها العديد من الصور الشعرية. وهاته بالحنايا تموت قبل الشفاه، صورة جميلة. يعني بشكل عام أنا لاحظت أنك أنت تكلمت عن غرض أو عن موضوع تقليدي يتكلموا كلهم عن المسابقة وهذا، لكن أنت اختلفت في أنك تحدثت عن المطايا أو عن الشيء اللي أنت بتستخدمه في هذه القصيدة، تحدثت عنه في آخر القصيدة. الشعراء كل الشعراء وأغلب الشعراء اليوم تحدثوا في البداية، اللي يتحدث عن فرسة واللي يتحدث عن ناقته، ولكن أنت قربت الصورة وتأجلت هذا الموضوع إلى آخر القصيدة، وهذا أنا أعتبره ما يميزك في تناولك هذا الموضوع بهذه الصورة. هذا ما ينفي أن عندك يعني بعض الصياغات الشعرية اللي يعني تخفت فيها الشاعرية، يعني تكاد تكون من النظم أكثر من الشعر. وأدنيت صهب ربا في نبت بول حماه، أيضا صورة جميلة. القصيدة تنتمي بشكل كبير إلى البيئة اللي أنت عايش فيها، وأنا أعرف أن محمد أيضا قادر أن يكتب أجمل وأجمل من هذه القصيدة، ولكن دائما متألق. أتمنى لك كل التوفيق يا أخي محمد. محمد قواك الله. الله يحييك. صح لسانك. خير من يمثل السودان في هذا المساء محمد، في هذا اي والله لخت حصة تقول لأول شاعر سوداني يشارك معنا في المسابقة، وفعلا يعني مشاركة جميلة ومميزة. حضورك أنا كنت متأكد من الشعر وكنت أراهن على شعرية محمد بركي، ولكن الحضور اللي كنت يعني، لكن الحمد لله ثلج صدري في هذا الحضور المميز. نصجة جميلة، اللهجة الرشيدية، لهجة كنت بعد ما يحتاج يعني في كلمات يمكنها مثل أقفى يا ما جاه، يعني الكلمة هذه